السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، إن شاء الله النهاردة هنعمل غدا سهل وسريع وحاجة تحفة تحفة تحفة، بدون عجن بدون توريق بدون خبز، بقى حاجة كده خطيرة جدا جدا جدا. جميل يا حبايب قلبي. هنحتار ما بين هنقول ايه ده فطير شرقي، ده جلاش، ايه بالظبط. عيش سوري خطير يا حبايب قلبي، وهو لا فطير ولا عيش سوري، خطير جدا جدا جدا. شوفوا النهارده هنجيب السندوتش من ده من بره بكام وما احناش عارفين مصدره ايه. هنجهز اول حاجه في وصفتنا. هنجيب بصل او بصلتين كبار، كميه الخضار ده على حسب ما تحبوها. وعندي وجزر برضو مبشور، كل الحاجات انا بشرها واللي مقطعه على ايديا. فلفل سبايسي الوان حسب ما بتحبي. الطماطم واخده اللحم اللي فيها بس، وشايله القلب اللي جوه، شايلاه خالص مستبعداه. هنا حطيت اللحمه على النار. اول ما لونها اتغير كده خدت اللون البني، ضفت البصل وشوحته كويس جدا جدا. لما اندمج مع اللحمه ضفت بقى الجزر كده برضو. لما الجزر برضو اتشوح كويس جدا ودخل في تسوية، ضفت الفلفل. التقطيعة والحاجة اللي تحبوها يا حبيب قلبي المتاح عندك. انا حطيت قرن فلفل احمر سبايسي واتنين رومي. واخدت برضو طماطميتين كده، شلت العصير اللي جواهم، وخدت اللحم اللي بره بس. ومعايا هنا البابريكا وفلفل اسمر والملح وبهارات لحمه وشويه كزبره يابسه مطحونه، حطيتهم كده. الريحه بتشهي يا حبايب قلبي. اتعصجوا كويس جدا جدا ومفيش فيهم اي سوائل خالص. وفي نفس الوقت الحشوه جوسي كده وطريه، بس ما فيهاش اي ميه ولا اي حاجه معايا. ومعايا هنا انا جايبه الجلاش ده، اللي هو الورق الكبير اللي هو بالكيلو كده من عند الكنفاني. باخد ورقتين اتنين. لو اللي هو اللفة الجاهزة ممكن تاخدي 3 ورقات لأنه بيبقى رقيق جدا. عاوزاه برضو ورقتين هيبقى حلو قوي قوي. جبت هنا تجيب الخليط ده. ولا خليط توريق بقى ولا أي حاجة. سمنة، حتة سمنة كده على زبدة، أو سمنة بس أو زبدة بس يا حبيب قلبي، يا ريت بلاش زيت، مش هيبقى حلو أبدا. او المتاح عندك او اللي ربنا يوسع على الجميع تعمليه. ونسخنها كويس جدا عشان في نفس الوقت احنا عاوزينه متورق وفي نفس الوقت ما يكونش دسم وتقيل. حطيت جزء كده من اللحمه المفرومه وعليه شويه بطاطس محمرين. وكنت دهنه الصينيه معايا هنا بالماده الدهنيه. والسمنه انا مسيحاها كويس عشان تصرف معايا وفي نفس الوقت ما اخدش كميه كبيره. وبحط عليها جزء كده من الجبن لو متاح عندك، مش متاح او ما بتحبهاش مفيش مشاكل خالص. اللحمه والبطاطس جميله جدا جدا. بدهن الورقه اللي تحت وبحط الورقه التانية عليها، والورقه اللي فوق بدهنها دهنه خفيفه جدا جدا. وبحط الكميه اللي تناسبني او اللي بحبها من اللحمه، واحط عليها شويه بطاطس وشويه جبن، وبتني الاطراف بالشكل ده من الجنب ده ومن الجنب ده. وادهن عليهم برضو دهنة خفيفة جدا جدا من السمنة. ما بياخدش وقت، سريع جدا جدا يا حبيب قلبي. لو محتارة او جالك ضيوف هتعمليه ان شاء الله في 10 دقايق وهيشرفك. خطير خطير خطير. واوفر بقى جميل جدا جدا يا حبيب قلبي. وعمل كمية اللهم بارك تحفة. تحشي صينية بقى بالجبنة، تحشي باللحمة، ممكن بالسجق، ممكن بالسوسيز، ممكن بسطرمة وجبنة، ممكن فراخ مقطعة زي الشاورما، ممكن تفرميها حسب ما تحبي. الحشوات ديت ترجع لك انت. ممكن تحشي جبن بس. خطير يا حبايب قلبي، اللهم بارك. تحفة 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 بمعنى الكلمة. كده كان غدا كده يعني على السفرة، حاجة كده يعني اللهم بارك. بصراحة الكل كان يعني مبسوط بيه جدا جدا. وكان يعني بصراحة يشهي اللهم بارك. ان شاء الله ان شاء الله هتعمليه كده. غدوة قيمة جدا، جميل جدا. يعني مقرمش من بره وفي نفس الوقت طري وجوسي. خطير. ولا سائل بقى توريق ولا زبادي ولا زبدة ولا حاجة ولا حليب ولا بيض. خطير يا حبايب قلبي. والله كان جميل جدا حرفيا بمعنى الكلمة. يعني اللهم بارك. عمل معايا كمية جميلة جدا جدا جدا. الكيلو عمل معايا بسم الله اللهم بارك 12 سندوتش. السندوتش كده خطير. يعني ده لو هنجيبه من بره استحالة يبقى بالجمال والحجم ده والحشوة الخطيرة اللي احنا عاملينها. هنا حشيت برضو نفس التوريقة بالورقتين بالسمنة كده. وحطيت جبن بس. وحطيت عليهم شوية بطاطس محمرة صوابع عادية جدا جدا. وعليهم شوية زيتون. ودهنت دهنة خفيفة جدا. أنا باخد يا حبايب قلبي يعني دهنة لا تذكر اللهم بارك. بس كانت جميلة جدا جدا. خفيف يعني تاكلي منه ما تشبعيش وما يضايقكيش ولا تقيل أبدا. الصينية برضو نفس الوضع. دهناها كويس جدا بالسمنة. وأنا عشان مسخنة السمنة لأن الجو برد بتصرف معاكي وما تاخديش كميات كبيرة. عشان لو باردة هتاخد غصب عنك هتاخدي الكمية.
برضه نفس الوضع هنا، عملنا صينية باللحمة وصينية كده بالجبن على حسب رغبتهم بصراحة. كان هيتجننوا عليه والله، كان الجبن كمان تفوق اللحمة اللهم بارك. وما تقلقيش حتى لو معاكي ورقة مقطوعة، ان شاء الله ان شاء الله هتتلف وهتبقى زي العسل من ايديك الحلوين. وهنا عملت شوية صوص، شوية مايونيز على شوية كاتشب، وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة توم بودرة ونص معلقة بصل بودرة ومعلقة صغيرة بابريكا كده، وبدون اي اضافات تانية. دمجتهم كويس جدا جدا. والصوص ده بقى نقل السندوتشات نقلة يا حبيب قلبي، يا خبر ابيض، خلاه لون وطعم وريحة خطير. وخلاه جوسي كده، يكتفي ان انت ممكن تحطيه كده وهتدخليه الفرن. وممكن لو عندك شوية جبن، اي جبن ميكس، موتزاريلا، شيدر، رومي، اي حاجة هتضيفها برضو من على الوش كده، زيادة قيمة غذائية وزيادة جمال كده. وعشان لو عندك ضيوف هيشرفك بصراحة، كل هينبهر بيه وكل هيسألك عليه. بالشكل ده كده تضيفي عليه كمية من الجبن المناسبة ليكي او المتاحة عندك او اللي تحبيها. ومعايا برضو كده متبقى معايا من الحشوة شوية زيتون، هنجمل بيهم كده على الوش كده، حاجة بقى لزوم الدلع خطير بمعنى الكلمة حرفيا. كان حاجة وهم اللهم بارك. الصحة والراحة على قلوب كل اللي أكل منه يا رب. بس كله بقى يسأل عليه يعني، اتخطف خطف كده إن شاء الله. ولعنا الفرن كده على درجة حرارة عالية، في الشبكة في النص من فوق ومن تحت، أخد لون طالع مقرمش من بره، ويعني حاجة كده من فوق ومن تحت، التسوية ملهاش حل. وجوسي من جوه وطري اللهم بارك. والحشوة تحفة، حاجة كده هتحير الكل، يا ترى ده ايه، عبارة عن ايه ومحشي ايه. خطير يا حبايب قلبي، ان شاء الله تعملوه وتجربوه. ما تنسونيش من دعوة حلوة الاشتراك في القناة، ونشير الفيديو كده لكل حبايبنا واصحابنا عشان الفايدة تعم والفيديو ينتشر والقناة تكبر بيكم. شايفين يا حبايب قلبي سندوتشات الجبنة خطيرة وهم كده اللهم بارك. دي سندوتشات اللحمة، مقرمش من بره وجوسي من جوه، والحشوه جميله جدا جدا، والجبن عليه تحفه. ان شاء الله تعملوه وجربوه كده وتقولوا رايكم في الكومنتات. وتنسوش اللايك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خطير. وشويه الصوص اللي اتبقى كده حطيناهم جنبه، كاتشب على مايونيز، روعه بمعنى الكلمه. ان شاء الله تجربوه يا حبايب قلبي. التسويه شايفين من فوق ومن تحت تحفه جدا. تجربوه كده وتقولوا رايكم. خطير يا حبايب قلبي. يلا بينا كده نجربه مع بعض وتقولوا رأيكم في الكومنتات.